لطفي بقول لك ايه، هي البطاريه دي محشوره ولا ايه؟ هي والله يا استاذ احمد، هي العربيه كلها محشوره. طب عايزين نشيلها لحسن تعمل مشكله. هي لا، العربيه احنا فاكين دي الكابلات خلاص. ايه دنيتها العربيه دي؟ هندي زرجينه هنا ونطلع. العربيه دي طبعا زي ما انت شايف حادثه، يعني حادثه شديده جدا قوي. يمكن وبص من, القايم، من الحوادث القويه قوي اللي جت عندي هنا. بص القوايم. لا هو يعني ده مش قوايم بس، ده قوايم والسقف خربانه. لكن وسلاح الرفرف. العربيه دي بقى توتال لوست كده هتتكهن ولا لكن هتعرف سبحانك يا رب، تعالى بص معايا يا استاذ احمد، هتلاقي فرد الشاسيه ما تمسكش سبحان الله، ولا فيها اي حاجه. فردتين الشاسيه سلام يعتبر، بس دي فيها فتحه سيكه لكن ما هياش لا حصل فيها قطع ولا حصل فيها اي حاجه. طيب طبقا بقى لقواعد المرور ولوائحها، العربيه دي كده فيها مشاكل في الاجزاء الجوهريه بتاعتها. انت ليه يا استاذ احمد على طول زنقني؟ انا ما بيقولوا لي ما تقولش الكلام ده، ما هو الكلام ده الحقيقي. ما هي دي الموضه اللي موجوده، مش الموضه، هي دي الموضة. هي خلاص دلوقتي خلاص الاداره العامه للمرور بتاخد كل الاحتياطات عشان سلامه المواطن. الموضه كمان مش في كده، العربيات الناس ما بتلاقيش عربيه رخيصه بسعر معقول، فما بيلاقوا عربيه رخيصه بتبقى عامله حادثه وهم مش عارفين. بالظبط. تمام، فبيروحوا يرخصوا، فبدا يظهر الموضوع ان هو كبير اما بتترفض العربيه في الفحص. لا وجالنا من ده يعني حالات كتير بالظبط. فكل فتره بيبقى العربيات فيها غاليه، فيها بتبدا تظهر العربيات اللي فيها المشاكل والغش بيزيد. ده حقيقه. انت بقى انت هتعرف تصلح من غير ما تقطع؟ يعني ان شاء الله ربنا ييسر الحل. وهنشوف الامور ايه. ان احتاجنا لقطع هنبلغ العميل ان هو ياخد العربيه على ونش ويروح يبلغ بيها عشان تبقى اجراءاته كلها سليمه. لا بس انت ممكن تشتغل عليها على اساس ان انت ممكن ما تقطعش، يعني حاجه زي هنا كده بعد ما افضي الحوض يا استاذ احمد وابتدي ادي زراجين وابتدي زي ما بيقولوا كده ايه، تمطع العربيه. تمطع العربيه وابتدي اشوف قوايمي هتقف ازاي. العظم انا مش عارف ابص على العظم بتاع القايم. هل لما همطع العربيه والعظم بتاع القايم هيقف هتبقى المشكله بس في القشره بتاعت القايم، هتبقى المشكله في القايم كله. ما خد بالك، لو المشكله في قشره القايم بس ده ما اسموش قطع، لان عظم القايم نفسه سليم اللي هو اساس العربيه. يعني انت لو غيرت القشره ده ما يمنعش، ده مش مخالف قانونا؟ لا طبعا مش مخالف قانونا، لان اساس العربيه سليم. اساس العربيه سليم فخلاص. طبعا. بس هو محتاج اللي هو يروح يثبت في المرور لو انت غيرت القشره برضه. بالظبط. لا لو غيرت قشره قايم يعني لا دي مش محتاج. لكن لو انت مثلا عربيه مثلا محتاجه فخده محتاجه نص، بتروح بتبلغ بالمرور وبتاع وبعد كده تعمل العربيه وبعد كده تخش لجنه تفحص عشان تشوف مدى سلامه العربيه على المواطن. طب ما هو ده غالبا مش هيوقف عليه. لا حالات كتير جدا على فكره بتتقبل الرك على ان انت تكون بتعمل الشغل مظبوط. عندك الاليات بتاعه التعامل مع لحام عربيه. يا استاذ احمد هي العربيه اصلا دي بتيجي في المصنع، يعني هي جايه كده مش جايه حته واحده. صحيح. امال اللفظ ما عدا تسلا بس اللي بتيجي حته واحده. ربنا يوعدنا كلنا. يعني ايه فكره الذنب وفكره ده كلام منطقي وكلام طبيعي في العربيه. طيب يعني نستنى كده ان شاء الله نتابع معاك العربيه ونشوف العربيه دي يحصل فيها ايه ان شاء الله. ربنا يوصل لنا حاجه بشعه. حادثه جامده جدا، بس الحمد لله ما حدش حصل له حاجه فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله. شكرا يا هندسه. ربنا يحافظ على الناس كلها. شكرا يا هندسه.